الكوفة بالعراق، هذا واحد. ثاني شيء أم البنين عمرها ترى 5 سنوات لحظة الهجوم على بيت فاطمة، فشلون تقول لي أكو مريم سندت الزهراء عليه السلام؟ هل سندتها فضة؟ أنت تجيب في رواية على مود أنت ما أدري هسه هاي الترند والطشة هم صارت بالقضية الحسينية. بعد احنا شوية من اكو مسائل من تنسب للأئمة سلام الله عليهم أجمعين، نكون وين عزيزي؟ نكون في موضع حذر، لأن مو كل شيء ينسب للأئمة. مرات بعض الصفات اللي هي صفات الأعداء تنسب للأئمة ويعتبرون فرد فضيلة لأئمتنا صلوات الله عليه. هاي قرأت رواية ذاك اليوم يقول لك إن الزهراء ولدت الحسين من فخذها الأيمن. ما عندنا هالرواية، هذه روايات الغلات. الأئمة يولدون مثل ما تولد الناس ويموتون مثل ما تموت الناس، صح هم معصومين صلوات الله عليهم أجمعين. فما يصير اليوم أنت أو هذا ذاك اليوم الذي يحاول أن يركز. كنا في أحد المحافظات وجايب له فرد قصيدة، كان هم قاعد أسمع، يقول لك والله أنت الإمام علي عليه السلام وحاشاه، أنا أثبت لك أنه أنت نزلت القرآن. يا شلون نزل الإمام علي القرآن وحاشاه؟ يقول لي أن ما ذكر باسمه. هو هذا منطق؟ هذا منطق؟ ما عندي علي ينزل القرآن فداه روحي. الذي أنزل القرآن على صدره شخص واحد وهو محمد المصطفى، صلوا عليه وآله. نزل به الروح الأمين على قلبك شنو؟ لتكون من المرسلين. والشباب الصيح صلوات عليه أساس أنت. خلينا نكون دقيقين. ليش احنا دعينا الأحبة أنه يقرؤون بعقائدنا، يقرؤون بالسيرة؟ اليوم الشاعر يقرأ بالسيرة، الرادود أيضا من تجي قصيدة يقرأ بالسيرة، الخطيب أيضا من يريد ينقل قضية. عندنا مراكز أبحاث اليوم موجودة تابعة للمرجعية العليا ولغيرها من المراجع، بإمكان واحد على الانترنت يشوف ويتابع. ومرات احنا نعتبره فضل، بس هو مو فضل. أنا تبعت قضية وجود الريشتين على رأس أبي الفضل العباس، ما وجدت نصا بذلك. يعني شلون الآن ننسب شيئا لأبي الفضل ما عنده صلوات الله عليه. للعلم مولانا أبو الفضل العباس فداه روحي كان يوم عاشوراء يرتدي خوذة، يرتدي خوذة. هسه هاي الريشة وين كان يخلونها؟ كان يلبسها الحمزة بن عبد المطلب، يحط على راسه ريشة. بعض النصوص وين يخلونها؟ يثبتوها بالعمامة، لأن المقاتلين مرة واحد بالمعركة يلبس عمامة مثل الحسين عليه السلام، كان يلبس عمامة موردة، عمامة يلبسها صلوات الله عليه سوداء موردة. لكن أبو الفضل العباس قائد الكتائب الحسينية يوم عاشوراء ما كان يلبس عمامة، يلبس خوذة ويلبس درعا فداه روحي. زين، أنا وجدت بعض بإمكانكم اليوم تراجعون، اكتبوا أسلحة العصور الوسطى، لأنه الإسلام كان في العصور الوسطى الأوروبية، وشوف الملابس اللي كان يلبسوها الرومان، شوف الملابس اللي يرتديها الرومان، وشوف أسلحة ذلك العصر. هواي من القضايا اللي احنا ننسبها لكربلاء من حيث التسليح والإعداد هي أصلا رومية، أصلا رومية. فما أقدر بعد أنسب شيء لأبي الفضل العباس ما كان عنده، على مود إنه شو كان يصير دقيق. هواي مسائل مولانا لا تليق بهم صلوات الله عليهم أجمعين. هذا واحد قاعد سمرات، واحد يقول احنا ليش ندقق؟ مو الأئمة كانوا يدققون. واحد قاعد يم الإمام الصادق عليه السلام يتكلمون بيناتهم، يقول له إن النبي كسرت رباعيته في معركة أحد، يعني تكسرت أسنان الأمامية. فالتفت إليه الإمام الصادق قال كذبت والله، أنت تكذب، ما خرج النبي من الدنيا إلا سالما. زين، يوم واحد من تتكسر أسنانه وقبل ماكو تقويم أسنان وتفاصيل، هذا من يضحك راح يصير أكو نشاز بضحكته، يصير منفر، والمنفر لا يجوز على المعصوم سلام الله عليه. ولذلك يصفون النبي يقولون كانت أسنانه كاللؤلؤ، إن تبسم فإنما يتبسم عن أسنان كاللؤلؤ. بس ضحكة النبي هي تجذب الناس.
فالأئمة ترى هم كانوا يدققون هاي التفاصيل. خلينا نرجع إلى أصل بحثنا أيها الأحبة في المحور الأول حول المنهج الفاطمي الذي نحتاجه اليوم. احنا تدرون هذه الليالي الفاطمية صح نرفع لواء النصرة للزهراء عندما هوجمت الدار المباركة وأسقط الجنين وكسر الضلع، هذا لواء نصرة، بس في نفس الوقت احنا محتاجين أيضا شخصية الزهراء سلام الله عليها. لما؟ لأن الزهراء امرأة ناجحة وأنتجت لنا من أفضل الأسر الناجحة في العالم. فاليوم احنا كأسر مسلمة كأفراد نعيش في الأسر بحاجة إلى نقل تجربة الزهراء الناجحة إلى مجتمعاتنا. محتاجين نجاح الزهراء في حياتها أن ينعكس على مجتمعنا نحن، لأن تدرون الهجمة قوية، الهجمة شديدة علينا، سواء من العولمة. تدرون اليوم العولمة اكتسحت العالم. العولمة هي فكرة يردون بها يكتسحون العالم ويجعلون العادات والتقاليد كلها واحدة، يعني يفرضون القيم الغربية على مجتمعنا. بعد وإجت وياها الحرب الناعمة اللي حذرت منها المرجعية العليا في خطر طمس الهوية الثقافية للمجتمع العراقي. وشفتم الحرب الناعمة بشون بدأت تسوي بينا، اللي الآن أدوات الحرب الناعمة هي وسائل التواصل الاجتماعي وما يطرح من مقاطع محتويات في السوشيال ميديا. اليوم الحرب الناعمة بدأت تغزو الكثير من الأشخاص، كثير من الأسر، فعلا بدأت تتغير بإعدادات العقول. ولا شنو هاي أجل الله السامع التفاهة اللي قاعد يصير عند كثير من الناس، مو شخصيات رزنة، لا، الآن التافهين يروج لهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وللأسف هذا الترويج ندفع ضريبته بأن عندنا جيل قاعد يصير مثلهم، جيل قاعد يصير هناك من الخطر. فاحنا لازم شنو اليوم الحرب الناعمة من تنتشر لازم نرجع لاتزان شخصياتنا، ما نتأثر بها، ما نفعل مثلهم. من العلامات اللي تخلي الفرد متأثر بالعولمة وبالحرب الناعمة أنه يحاول أن يتقمص شخصياتهم. هذا كان حلاق يمنى، طلعت مباراة كرة قدم، أنا لست ضد الرياضة، لا، الرياضة لها الدور في تنمية جسم الإنسان، عقل الإنسان، ما عندي مشكلة. هذا فرد طابر له طبرة براسه، يا أخي تلك الليلة الناس كتل على الحلاق، بس أنا بالي عنده مشكلة، يا شباب ايش عنده خطية هذا جارنا الحلاق؟ قالوا لا، مو هذا حد الرياضيين مسوي له فد حركة براسه والشباب كلها زين. وين الشخصيات المنضبطة؟ أنت اليوم تريد تخلي قدوة ومثل أعلى، مثل أعلى، ليش تخلي هذا المثل أعلى رياضي لو تخليه فنان، لو تخليه واحد مشهور على التيك توك والتفاصيل؟ ليش ما تخلي مثلك الأعلى أمير المؤمنين عليه السلام ويستحق، وتخلي مثلك الأعلى الإمام سيد الشهداء، والبنت تخلي مثلها أعلى لا مطربة ولا فنانة ولا منحرفة، تخلي مثلها الأعلى الزهراء سلام الله عليه. ليش؟ لأن قضية المثل الأعلى تؤثر مولانا. كنا الآن عندنا في بالنا قدوة لازم نريد نصلها ونشبه بها ونشبه بأخلاقها ونشبه بتفاصيلها ونشبه يجوز حتى بطريقة كلامها، فكون نصير حذرين. فإحنا بحاجة إلى الرجوع إلى معالم البيت الفاطمي. أول معلم من معالم البيت الفاطمي اللي إحنا نحتاجه، الزهراء عليها السلام تعلمنا أساس التشيع ما هو. لأن دائما أنا أكرر هالعبارة، الذي يعتقد أن التشيع لعلي عليه السلام وللزهراء عبارة عن هوية وباجي يشيلها بجيبه ما فهم التشيع. التشيع منهج بأربع قضايا رئيسية. أول قضية العقيدة، لازم أن تكون عقيدتك بمثل عقيدة المولى أمير المؤمنين سلام الله عليه، تحمل عقيدة علي صلوات الله عليه. هذا احنا قلنا يوم أمس من الضروري أن نسمع الزيارة الجامعة الكبيرة ونعتقد بما ورد في الزيارة الجامعة الكبيرة على مود نضبط بوصلة عقائدنا، النظرة إلى الله سبحانه وتعالى، عقيدتنا بالنبي صلى الله عليه وآله،
عقيدتنا بالإمام المعصوم سلام الله عليه، هاي يكون تصير عندنا مسألة هامة، كن نفهم مسألة العقيدة. ما نسمح لأي واحد مولانا يجي يحاول يأذي عقيدتنا في أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين اللي نعتقد به. هذا شيء مهم. ومرات هم تصير عندنا السيرة والعقيدة شو تصير مترافقة، مو لا زمن قريب، قبل ما أدري سنوات قريبة صارت هجمة على قبر أمير المؤمنين عليه السلام. يقول لك هذا مو قبر أمير المؤمنين، وحاشا، هذا قبر منه؟ قبر المغيرة بن شعبة. يا أخي احنا اليوم شلون نثبت القبور؟ هي مو مسألة فوضى. جانا واحد من منطقتنا قال شيخنا وين رايح؟ قلت له لأمير المؤمنين. قال انت شلون تزور الإمام علي وانت مثقف وواعي؟ ليش؟ قال هذا مو قبره، قبر منو هذا لعد عزيزي؟ كان انت مو قبل فترة تروح وياي الزور؟ قال لا بعد احنا. يا اخي شلون اني اثبت القبور؟ اكو 3 امور اثبت بها القبور. اولا وجود نص تاريخي يثبت ان هذا القبر يعود لفلان، وهذا ما ورد عن الامام الصادق. الامام الصادق وين صاير الحيرة مولانا؟ من يا جهل هنا كان بالحيرة صلوات الله عليه. قال له صفوان الجمال، قال له صفوان تحب نروح نزور قبر جدي أمير المؤمنين؟ هاي الإمام الصادق متوفي استشهد 150 للهجرة. قال إيه. أجي يقول جينا من الحيرة وصل إلى ذكوات 3 تلال، مشى حسب كم خطوة، وقف على تل أحمر. قال شنو؟ قال السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. قال يا صفوان هذا قبر إمامك علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. عندنا روايات صحيحة السند تثبت أن عليا دفن، بل المشهور أن عليا دفن في النجف الأشرف. بعد شلون أثبت قبر آني؟ أكو شاهدة قبر، إذا ما أكو نص كون أكو شاهدة. بعد وإن لم يكن أكو نص وأكو شاهدة، أكو كلام الرحالة. اقرأوا في سيرة ابن بطوطة، هذا الرحالة المشهور مغربي، يقول أنا اجيت الأمير المؤمنين عليه السلام ليلة يسمونها ليلة المحيا، احنا نسميها المحية، ليلة 27 رجب، هي ليلة تدرون بها ليلة البعثة. يقول رأيت مئات الزمانة، ذول المقعدين اللي بيهم الله يعافيكم، بيهم أمراض برجله بإيده مشلول كذا. قلت لهم ما تصنعون؟ قالوا احنا ننتظر كرامة أمير المؤمنين علي عليه السلام. قلت لهم شنو كرامة الإمام علي؟ قالوا في كل يوم 27 رجب تظهر كرامة الإمام علي بشفاء كل من كان حاضرا في ذلك المكان ببركة أمير المؤمنين أخي النبي محمد. اللهم صل على محمد يا محمد. فالمنهج الزهراء يكون بعد شنو؟ عقيدة. لا نأخذ العقيدة إلا من أهل البيت. بعد التشيع عند الزهراء شنو بفقه عزيزي. اليوم النبي صلى الله عليه وآله عندما قال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها، يعني لا يصح لك أنت كشيعي موالي أن تأخذ فقها إلا من علي عليه السلام فقط، لا من أبي بكر ولا من عمر ولا من عثمان ولا من معاوية ولا من غيره، فقط من علي. بعد والذين يسيرون على خط أمير المؤمنين علي. من يسيرون على خط الإمام علي الآن؟ مو زماننا من يسير على خط الإمام علي؟ العلماء الربانيون. علماء، لا تخلي واحد يجي صادر عقلك وقال لك والله أنت لا تقلد. على أساس أنا ما أقلد؟ التقليد رجوع الجاهل إلى العالم. أنا جاهل بالمسألة، حتما أرجع بها إلى العالم المتخصص. لا والنوب شاي عندنا نمط من الناس يبدي يفرض رأيه على العلماء. يا أخي إحنا ما نقدر نصب للتراب اللي يمشون عليه مراجع الشيعة، ما نقدر نصل. والمسألة مو عاطفية، مو عاطفية. قضية التشهد الثالث في الصلاة عزيزي، المسألة مو قضية عاطفة بقدر ما مسألة هي قضية فقه.
فقه. أنت اليوم تريد تتشهد التشهد الثالث في الصلاة في التشهد الأوسط والأخير، قلد مرجعا يجيز ذلك، روح قلد مرجع ما عندي مشكلة. أما أنت تقلد مرجعا لا يجيز وتقول هذا المرجع ما يفهم، هنا تكون مصيبة. لما؟ لأن اليوم المرجع من يجي لأي مسألة فقهية بالصلاة بالصيام غير يرجع النصوص. هاي النص ترى عندنا واضح الآن. مثلا المراجع الذين لا يقولون بجواز التشهد الثالث في الصلاة، شنو مستندهم؟ مستندهم الرواية الموجودة بالتهذيب والاستبصار. هذا اللي اجى للإمام الصادق قال له يا ابن رسول الله علمني التشهد الأوسط بالصلاة، شنو أسوي؟ شنو أقول؟ الإمام شنو قال له؟ الرواية رجعوا له بمصادرنا، قال قل بسم الله وبالله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع. نجي للإمام الصادق نقول له يا ابن رسول الله أنت ضد أمير المؤمنين، وحاشا مو صح، مو صح. تريد تشهد على راسي أخليك. أكو مراجع عندنا الآن علماء يجيزون التشهد الأوسط بس روح قلده. أما أنت تقلد مرجع لا يجيز وتبدي تتهم المرجع بأن لا ولاية عنده، هذا مو صح، هذا مو صح، هذا بخس لحقوقهم. بعد منهج التشيع بقيم. عزيزي أنا ما أقدر أعيش بدون القيم اللي عندي، اللي قيمة التسامح والمحبة والرحمة وهاي المسائل الغيرة والشرف والحمية لازم. ومنهج التشيع بمنظومة أخلاق عظيمة، كون احنا يعني نبدي نتعامل مع هذه الأخلاق بشكل كبير. من المناهج الفاطمية اللي لازم نستفيد من عندها أنه سبب نجاح الزهراء في حياتها الزوجية. أنا أطلع على إحصائية وزارة العدل العراقية في شهر تشرين الأول، تقول عدد حالات الطلاق في العراق 7,000 حالة طلاق. يا ناس يا عالم، يعني 7,000 بيت انهدم، وهذا مو صحيح. الطلاق قنبلة موقوتة في المجتمع، الطلاق ضحية المرأة في كثير من الأحيان وضحية الأطفال. زين، ليش قاعد يصير عندنا حالات طلاق بهالحجم؟ السبب يعود أننا في أشد البعد عن مناهج بيت الزهراء الناجح أسريا. وايد ناس بالمجتمع ما فهموا من الزهراء إلا الدمعة، ما فهموا من الزهراء، طبعا مطلوبة الدمعة ما عنده مشكلة، وما فهموا من الزهراء إلا المصيبة، والمصيبة مطلوبة، بس مع المصيبة يرادنا أن نستفيد. يقول الإمام العسكري كلنا حجج الله على الخلق، وأما أمنا فاطمة شنو؟ حجة، يعني هي أسوة معناها الحجة، معناها الأسوة، معناها القدوة. زين، ليش ما صار طلاق ببيت الزهراء؟ شنو السبب؟ السبب يعرفون الحقوق والواجبات. يقول من تزوج أمير المؤمنين الزهراء عليه السلام قعد النبي بنصهم صلى الله عليه وآله ليلة الزفاف وقال لهم تعالوا نرتب بالبيت الأسري، خلي نرتبه. والله من تشوف، أنا أتابع بعض الباحثين الاجتماعيين والحقوقيين، من تشوف حالات الطلاق مولانا حالات تافهة. ذاك اليوم واحد مطلق زوجته لأن لابسه فانيلة ودريس وتيشيرت الفريق اللي ما يشجعه بأحد الدوريات الأوروبية. هو هذا صح؟ هذا صح؟ أو بسبب أنه ذات يوم مختلفة وياه في كلمة معينة. احنا من نعرف الحقوق والواجبات ما يصير طلاق، يصير تقديس للحياة الزوجية. قعدهم وقال له يا أبا الحسن أنت ماذا تضمن للزهراء عليه السلام؟ ايش تضمن لها؟ قال أنا أضمن للزهراء كل ما خارج الدار. تدرون قبل ما أكو نظام يعني كهرباء ولا نظام إسالة، هشوف هاي النعم الموجودة عندنا. الحطب الإمام علي يروح يشتري ويحمله للبيت. الماي الإمام علي ماكو منظومة RO تفاصيل، لا، يروح الإمام علي عليه السلام يستقي
من النبع الماء أو يشتري ويجيبه. التسوق كان الإمام علي صلوات الله عليه ماكو خدمة توصيل، وهذا يروح الإمام علي عليه السلام يتسوق. هاي كلها أمور تجهد المرأة، فلازم الرجل بعد يتحملها. وقالت الزهراء أنا علي كل ما في البيت، كل شؤون البيت هي علي، فبالتالي بعد ما راح يصير اختلاف، ما يصير اختلاف من أكو تقصير. والله جريمة قتل قبل فترة شفتها في بعض المحطات الفضائية، قاتل زوجته لأن ما طاب قتله غدا. هسه سأل ضابط التحقيق قال له بالله عليك أنت موفر لها مسواك؟ أنت جايب مسواك بالبيت؟ قال له لا والله سيد أسبوع ما مسوق. أدري منين تطبخ لك هاي المرأة؟ منين تطبخ لك؟ كل واحد يكون يعرف حقه. أنت رجل واجب عليك النفقة، كون تكد وتجيب لهاي المرأة اللي المفروض هي تقدم لك الخدمات. ولهذا ما شهد بيت علي وفاطمة مشكلة، لأن كل واحد يعرف حده، كل واحد يعرف مقامه، كل واحد يعرف الأمور المترتبة بذاته. أضف إلى ذلك أنهم يؤمنون بأن أساس الحياة الأسرية هي المودة. شوف المودة أساس. ملاحظين أنتم جنابكم شنو أسباب الطلاق المنتشرة؟ قلت لك تركنا منهج الزهراء. اليوم الشاب من يريد يختار امرأة، ذاك اليوم أحد الشباب من أصدقائنا قال شيخنا والله أنا أريد أختار لبنية. قلت له يا الله على الخير والبركة عمو، العقد علي مجاني. قال شيخنا بس أنا حاير شلون أختار، صار فترة أدور. قلت له ليش؟ قال والله شيخنا ما أخفيك أنا شوف زواج آخر الزمان ليش يصير طلاق؟ قال والله شيخنا أنا عيونها شفتها بالأنستا، ووجهها شفتها بالتليجرام، وإيدها شفتها بالفيسبوك. قلت له رحم الله والديك لا تكمل. أدري هي هاي زوجة لو تفسيخ ما أخذها. اختاروا للنطف فإن العرق دساس. هاي بس تقلها رجعي خطوة قالت لك الطلاق. لازم تروح تسأل عن الأصل والفصل، وتسأل عن الأخلاق والقيم. هذه هي الزهراء. هاي الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. من قالت الإمام علي أنا أختار لك بعد شهادتي إمامة بنت أختي أخذها فإنها أرق الناس على أولادي. والإمام علي يقول تزوجها بعد 9 أيام من شهادة الزهراء. لاحظوا مسألة كن واحد يلتفت إلى هذه القضايا، لأن بدأ المجتمع حتى في قضية المغالاة في المهور. أنا على مود انتقل للمحور الثاني. وهواي مولانا نغالي بالمهور. شوف ايش قد احنا نبكي على الزهراء ومصايبها ونلطم على الزهراء ونقيم العزاء، بس أنا بحياتي ايش قد عقد شرعي في زفافي، في زواج بنت وولد، ما سمعت ذات يوم سنوات أكثر من 20 سنة صار ما واجهتني قضية عقد زواج وطرح مفهوم مهر الزهراء أبدا أبدا. وكأن الشيعة وكأن هؤلاء لا علاقة لهم بمنهج الزهراء، لهم علاقة فقط بالدموع، وهذا مو صح. مهر الزهراء لما لا نزوج بناتنا وأولادنا على مهر الزهراء سلام الله عليه؟ اللي أشرف منه ومنك تزوجوا على مهرها. الإمام الحسن سيد الشهداء، الإمام الجواد من إبطال مأمون بنته. مأمون ايش قال له؟ قال لي ابن رسول الله هاي أنت راح محضر لك 100,000 دينار المهر دفعه. يقول غضب الإمام الجواد. تدري عادات وتقاليد هاي؟ قال اسمع أيها المأمون، أولا احنا ما نتزوج امرأة وأبوها يدفع مهرها، ما تليق بينا. ايش بي أنا رجل. هذا واحد. ثاني شيء ترى هاي بنتك اللي انت دافع بيها 100,000 دينار ذهب، انا لا اعطيها مهرا اكثر من مهر امي فاطمة. قال له ايش قد مهر امك فاطمة؟ قال له 500 مثقال فضة. 500 مثقال فضة هذا اعطيها انا. كلهم تزوجوا. قاعد بالحرم الحسيني الشريف انا، اجاني شاب قال شيخنا عندي مسألة. قلت له تفضل. قال شيخنا والله أنا خطبت بنت عمي ومقدم 50 مليون والمؤخر 50 مليون وتزوجنا وصارت مشاكل. قلت له طبعا تصير مشاكل، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من شؤم المرأة كثرة مهارها. قلت له زين أقدر أكمل لك أنا؟ قال كمل. قلت له وطلقته؟ قال لي والله طلقنا.
الحياة الزوجية مو أساسها المال ولا أساسها المهر العالي، أساسها الرجل المناسب والمرأة العفيفة، الرجل المؤمن والمرأة العفيفة، يبنون مجتمع، يبنون أسرة سليمة. أما بهذا الواقع اللي قاعد يشوفونه فواقع ملوك. خل أروح إلى المبحث الثاني الذي يتعلق بظلامات سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء التي وردت في مصادر أهل السنة. مولانا الآن سنتلو على مسامعكم 10 ظلامات وردت لسيدتي مولاتي فاطمة الزهراء في مصادرهم، لأن قلت لك يوم أمس أكو هجمة للتشكيك فيما جرى على سيدة النساء